السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي متابعي قناة اخترناك معايا. شفت الخبر دوت وحبيت أوضح لكم إيه تفاصيله. رئيس النيابة المصري اللي انتحر، خلال التحقيق معاه إيه اللي حصل وإيه السبب إيه الأسباب. طبعا وسائل إعلام مصرية ذكرت إن في رئيس نيابة انتحر، إنه رمى نفسه من نافذة الطابق التاسع خلال التحقيق معاه بتهمة التربح والاستيلاء على مبالغ مالية وتلقي رشاوى من أحد المقاولين. نقلت صحيفة المصري اليوم تفاصيل الواقعة عن مصادر قضائية وأمنية، موضحة أن الأحداث بدأت بعد إلقاء القبض على رئيس النيابة من الفئة ألف في مطار القاهرة، ثم اقتياده إلى دار النيابات للتحقيق معاه. طبعا هو مستحملش وعشان كده رمى نفسه من النافذة. ده اللي حصل بالظبط، إن هما كانوا بيحققوا معاه في الدور التاسع، وخلال التحقيق معاه بتهمة التربح والاستيلاء على مبالغ مالية وتلقي رشاوى من أحد المقاولين. طبعا هو مستحملش حاجة زي كده، مستحملش إن هو يكون في دايرة الاتهام. وخلال التحقيق رمى نفسه من الدور التاسع ووقع في بهو النيابة العامة ولفظ أنفاسه الأخيرة. ووفق صحيفة اللي أشارت إلى أن التحقيق معاه تم عقب القيام بكل الإجراءات القضائية المتبعة وقبول استقالته. وأوضحت المصري اليوم أن التحقيقات مستمرة في الواقع، حيث نقلت الجثة إلى الطب الشرعي ومشرحة زينهم لإجراء أعمال التشريح، لافتة إلى أن نيابة استئناف القاهرة بتتولى التحقيقات. الله يرحمه. ومحدش عارف ياما في السجن يعني مظالم. أتمنى انتوا تشتركوا في القناة يا جماعة لو مش مشتركين، وتفعلوا زر الجرس بعد إذنكم. وعايزين نوصل بالفيديو دوت لايكات كتير. متنسوش تدعمونا باللايك وشير الفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن من المتابعين. شكرا ليكم ان انتوا وصلتوا للمرحلة دي او للدقيقة دي من الفيديو، معناها ان انتوا كملتوا الفيديو كامل. شكرا ليكم ولدعمكم لينا، ونتمنى ان احنا نكون عند حسن ظنكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.